ابو شعول مش اعلاني اي سوء تفاهم او خلاف، بالعكس كانت يعني شكلها يدل على هدوءها وانها ضعيفه ومسكينه وكنا نعاملها احسن معامله الحمد لله، ما في اي شيء بيننا وبينها. اليوم اللي حصلت فيه المشكله جت اخذت سلطانه من عندي وقالت انا طالعه فوق غرفه الالعاب العبها مع اخوانها كالعاده لانها هي مسؤوله عنها. قلت لها طيب، اخذتها وطلعت فوق غرفه الالعاب. جاء موعد نوم سلطانه، طلعت من الغرفه انادي على الشغاله اقول لها يا ديفا يا ديفا جيبي رضاعه سلطانه علشان ابنيها. قالت لي سلطانه عندك. كيف سلطانه عندي؟ الا عندك. المهم دخل في قلب الخوف، قمت ادور في البيت في غرف الاولاد في الحمامات في الدرج في الحوش، ما لقيت البنت الا غرفه واحده غرفه اخوها لقيتها مغلقه بالمفتاح، وطبعا هي مسؤولة عن الغرف فوق وترتيبها والمفاتيح بالعادة دائما إذا خلصت تحطهم في جيبتها. طلعت أنا بيدي المفاتيح من جيبتها، حاولت أفتح الغرفة ما قدرت، جت الشغالة الأولى من تحت وسمعتنا كذا بعد وكمان كانت منفعلة مثلي وتدور معانا وكذا، أخذت المفتاح من يدي وفتحت الغرفة. دخلنا لقينا باب الحمام لأنه في جوا الغرفة حمام مغلق، سكر الباب. لقيت البنت في غرفة الحمام كله مثل السون والموية تغلي والشباك مسكر والبنت جلدها متقطع والموية تغلي عليها والسخان نفسه على 100 درجة وكانت شديدة الحرارة، يعني ما تتحمل هي الموية أصلا بالعادة العادية. حاولت اطلع البنت ما قدرت لانها مثبتة بالحوض مرة ومسكر بالسجادة. حاولت اطلع البنت طلعتها لكن كل جلدها ولحمها يتقطع بيديني والدم يسيل منها. طلعتها حطيتها على شرشها وكلمت ابوها بسرعة قلت له الحقني يا سلطانة كذا حصل. جاي يركض علي مسكين تو ماله خارج 5 دقايق والله. اللي هي الشغالة تناظرنا من بعيد والله ما تفاعلت معنا بس ناظرنا وبس ساكتة مو مثل ذيك. ولا بعدين جاء ابوها واخذنا البنت على وجلسنا عليه. طبعا الصراحة ما عملوا أي شيء يعني يناسب وضعها الصحي، بس اللهم كانوا ادفعوا ودخلها العناية المركزة ودخلناها العناية المركزة، حطوا عليها فلومازين وكانت الله يعزك تبول من دم، دليل ان الفشل الكلوي صار عند البنت من شدة الحروق، وقالوا ان حروقها كثير قوية من الدرجة الرابعة. وبعدين جلسنا ذيك الليلة طولها عند بنتي أنا معاها، بس ما عملوا لها أي شيء، ممنوع بس الزيارة عنها، بس أنا اللي معاها. إلين حاول أبوها راح مسكين في الشوارع يدور وين يودي البنت وين يدخلها، ما أرشدونا وين نروح، هم كمستشفى مسؤولين يعرفون وين يودونا بالنسبة للحروق اللي زي كذا. ما قالوا لنا روحوا العسكري ولا روحوا الحرس، تركونا ما ندري ايش نسوي، ما ادري اكلم مين ولا حاكي مين، انا بالمستشفى الحالي. يعني جاب ابوها قرار من خطاب نروح فيها للعسكري، اخذناها العسكري شافوا حالتها كانت خطرة جدا، وبنفس اليوم قرروا عملية لها بنص الليل الساعة 3 فتحوا رجولها لانها كانت متضخمة ومتنفخة وعملوا لها العملية. قاعدة في العسكرية حوالي 27 يوم، صارت حرارتها كثير مرتفعة البنت ما تنزل عن 40 وكانت حالتها خطرة بين الحياة والموت، يعني شبه هنا بتنتهي البنت مني ولا تعرفني وبس تصيح وبس تبكي ولا تكلمني ولا تناظرني ولا شيء، ما هي ذي بنتي اللي أنا أعرفها. بعدين حاولنا بعد 27 يوم في يعني ناس الله يجزاهم بخير ارشدونا للحرس وساعدونا في الدخول هناك،
ودخلناها الحرس. يوم شافوها هناك الاطباء انذهلوا من وضعها وقالوا ليش ما جبتوها من اول ما انحرقت؟ قلنا ما ندري انه الحرس فيه كذا، يا ليت ندري، يا ليت يا ليت ندري، يا ليت يا ليت يا حمد يا ليت. فرح عملي اتفرغ لها، ما عاد اثق بالناس، ما عاد اثق بالشغالات. محتاجه البنت تكون امها عندها. انا في وسط البيت عملت لها كذا، كيف لو اكون